مشروع اسمه أسرة الفن اليدوي. كل واحد بيبقى مميز في حاجة معينة، فطبعا بيبقى دي موهبة جواه، فأنا بحاول أنميها وأدربه بحيث إنه يخرج حاجة بشكل كويس في الآخر. أولادي عندهم موهبة عن والدهم. طبعا ان هم بيعرفوا يطلعوا حاجة جميلة، بيخرجوا الموهبة على اللوحات، بيخرجوها على حاجات تانية زي الزجاج زي الخوص. قررت أشارك بابا وماما في الشغل ده لأن أنا حبيت شغل الألوان والتحف والأشكال الفن عامة يعني. فلما الواحد يتنشئ في بيئة شايف فيها ألوان وفن وإبداع هيبقى هو نفسه مبدع. مفيش حاجة صعبة بالنسبة لي، برسم أي لوحة عادي، حيوانات، فواكه، لوحات من التراث، وبور، لندا. الشغل بتاع بابا وماما جميل، فحبيت أعمل زيه. بعمل غوش وبعمل لوحات وبزين مع ماما. بسبب مشروعهم داخل مبادرة حياة كريمة وحصولهم على المركز الأول على مستوى محافظة الفيوم، كرمهم السيد رئيس الجمهورية بمعرض تراثنا، مما أعطاهم دفعة تحفيزية كبيرة لتطوير هذا المشروع الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد. كان شرف كبير لينا من سيادة الرئيس انه يكرمنا ومشروعنا طبعا ينجح. ده تشجيع من سيادة الرئيس ومن الدولة كأنها تنمي المشروعات الصغيرة. عايزين كلنا نبقى طبعا منتجين، حاجة نفخر بها وتذكار لنا ولأولادنا. فخور بماما جدا لأنها قابلت الرئيس كرمها بالنيابة عن الأسرة كلها. كنت مبسوطة قوي ان ماما بتكرم من الرئيس السيسي. بخطوات يسبقها الطموح وعشق للحياة والبساطة، استطاعت هذه الأسرة أن تشق طريقها وتترجم البساطة بأناملها الذهبية وترسم هذه اللوحات الفنية التي يعجز الخيال أمامها من سحر جمالها، لتلقب هذه الأسرة بأسرة الفن اليدوي. محمد سعد، مساء DMC.